طبعا انا قاعد الحين وبفكر في موضوع المسبات الفلسطينية اللي كنا نشبطها واحنا صغار. يا اخي هذا موضوع مهم. لازم ينحكى فيه لازم. وعلى فكرة المسبة الفلسطينية فيها ميزة، انه ولا اشي بيجي فيك. يعني انت مثلا ارجع بالماضي شوي لما كان ابوك ينجرك، المسبة كانت تبلش يلعن ابوك يا ابن الكلب، ففعليا انت ما تسبيت. يعني هو سبع حاله مرتين بالتوالي. أحد برضه مميزات المسبات الفلسطينية إنه إمك ممكن تفوت في الطوش وهي ملهاش دخل. يعني أنت مثلا بتكون عامل مصيبة، بتعرفش كيف أبوك بصير يقول لك طبعا ما هي إمك اللي عملت وسوت. طبعا إمك تكون قاعدة في الغرفة بتصير تخبط في راسها، أنا إيش عملت؟ بتصير تخبط. طبعا الأب بيعمل كهرباء في البيت وبيعمل جو ملخبط، بتصير أنت وإمك محشور في غرفة وهو محشور في غرفة لحاله، بطل عارف مين تواجه. تطلع على المطبخ تاخذ لك كاسة مي، بكون هو لقطك من الزاوية بس يقول لك ارجع يا جحش شايفك. تركض عند امك مرة ثانية. تقعد مع امك بتصير تسب على الساعة اللي تزوجت فيها ابوك، وبتبطل انت عارف تسمع لمين. هي بتسب من جهة وهو بسب من جهة وانت في النص قاعد يا محلاك. والله والله قصص مش طبيعية. كهرباء كهرباء في البيت يا اخي. تعرفوا موضوع الطبلية مهم، عن جد موضوع الطبلية مهم. يعني انا في ناس بعثوا لي سوري محمد ايش هاي الطبليه؟ شو هاي الطبليه؟ ولك هاي خرجت اجيال، ولك هاي خرجت اجيال، ولك هاي الطبليه قد ما اكلنا عليها كفوف. هاي الطبليه عباره عن مربع متر في متر خشبي، قد ما اكلنا عليها كفوف بس خرجت زلام. يعني الدكتور اللي قاعد بيعالجك، الدكتور الفلسطيني اللي قاعد بيعالجك درس على هاي الطبليه. بدك الدليل؟ خلينا انا مثلا اعطيكم مثال بسيط صغير. خلينا نفرض انه في دكتور عيون بيعالجك وانت عارف انه فلسطيني، وهو بيفتح في عينيك قول له طبليه، تلاقيه تكهرب بصير يعمل هيك. طبعا هو بطل يجمع. انت قول له طبليه وهو خلص بصير يتذكر كل شيء قديم، بصير يخبط في راسه وبتذكر ابوه والكفوف كل شيء كل شيء. المشكله ما بيقهرك الا لما كان يصفطنا ابوي. كيف كان يصفطنا؟ فاحنا ستة كنا، خمسة وواحد يفوت يدرس. طيب واحد، طبعا اول واحد بفوت انت بتعرف ابوك ايش ماله، معصب شوي او معصب كثير. هو ما في هادي، هو يا معصب شوي يا معصب كثير. كيف انت بتعرف هاي الشغله؟ من كميه الكفوف اللي اكلها. بيطلع اخوك بتصير انت تطلع على خده احمر احمر، شعره منتوش، بتعرف انه مخبوط في. طبعا بتقلب حالة طوارئ في البيت. الحج بتصير تاخذ من غرفة التدريس على غرفة العمليات، وبتصير تاخذ من غرفة العمليات على غرفة التدريس، بتصير طارد في الاولاد. والله روح. وما بقرا غير بعد كل هاد، بعد كل هاد بصير ابوك يقول لك حمم الاولاد يا رضيع. هاي حمم الاولاد، هاي لعن ابوها، هاي حمم الاولاد، هاي لعن. بتمسكك امك بتحطك في البانيو، بتنجرك بالليفه، بتضلها تنجر فيك تنجر فيك لحد ما تضوي ضوي. بتصير تمعك في الليفه في دنيك، في دنيك بتصير تمعك في الليفة. طبعا انت خلاص بتبطل تجمع، بتصير امك تدخل الليفه في دنيك وتطلع من مناخيرك خلاص، وروح اشمط اشمط في الليفه خلاص. توصل انت على الفرشه مستوي تماما. طبعا في هاي الحاله بيجي ابوك مثلا بيسال بيقول لك عشيت الاولاد؟ بتقول له عش اي اولاد؟ هو ضل فيهم حيل؟ ما هو التعن ابو سفير ابوهم ضل فيهم حيل الاولاد. بالله عليكم كم واحد كان ابوي قاعدوا يدرسوا لاسبوع لقدام، مش مثلا مش درس اليوم، لاسبوع. بتروح على المدرسه خلص راسك هيك بتجيب 97 بقول لك انت حمار يابا. والله يا انت حمار، والله انا بحكي ليش ما عجبتكم بشاي، والله انا حلوه. مشكلة مرة حكيت لأبوي بمزح معه هيك، بقول له يابا أنا لما أخلص جامعة حخش وأكمل ماجستير. عارفين إيش حكى لي؟ كان قاعد حكى لي طب تعال خش في. الله يرحمك يابا، الله يرحمك. والله يرحمك. أسطورة أسطورة، مش طبيعي مش طبيعي.